عصير القصب بقى فيه سم قاتل. تعال اقول لك ايه اللي حصل، وقبل ما اقول لك ما تنساش تتابعني على كل المنصات علشان يوصل لك كل جديد. عصير الغلابة، عصير القصب اللي كل المصريين بيشربوه، بقى فيه حرفيا سم قاتل وهو ثاني اكسيد التيتانيوم. طبعا في جهة رقابية نزلت في محافظة القليوبية بتراقب على الموضوع دوت، لقوا ان في بعض المحلات بتحط ثاني اكسيد التيتانيوم جوه عصير القصب علشان يديه لون ابيض زاهي ويغطي طبعا على اثار التعفن وسوء التخزين. طبعا المحلات ديت اتقفلت على طول، ولكن الله اعلم بقى مين من المواطنين اتضر بسبب حاجه زي كده. والموضوع مش هيكون في القليوبيه بس، الموضوع طبعا اكيد هينتشر في باقي المحافظات، ولكن الرقابه تدخلت وقفلت المحلات ديت، وربنا يستر بقى ما ينتشرش على مستوى الجمهوريه. ارجوكم خلي بالكم، بلاش عصير قصب الايام ديت، وخاصه للاطفال الصغيرين. الجو حر، ولكن اكيد مش هنموت من غير عصير القصب. قولوا لي وجهة نظركم في كومنتات في الواقعة ديت، وما تنساش تتابعني على كل المنصات علشان يوصل لك كل جديد.